شاء الله حقه هيجي. حتى جوزها الجديد اتأذى بسببها ومحبوس على ذمة قضية بسببها. بوسي ربنا ينتقم منها ويحرقها، ربنا ينتقم منها ويحرقها. ضرب مين وما ضرب؟ هي قادرة بوسي؟ لا هي فجرة، هي فجرة وظالمة، بس ربنا أكبر منها وأقوى منها. هي مش قادرة وما عملتش حاجة، هي ربنا أقوى منها وربنا أكبر منها. معاكي كام طفل من ما تعيطيش ما تعيطيش، حقه راجع، حقه راجع، حقه هيرجع بإذن الله. واحنا أهم حق عندنا إن كل ولادي انا عايزه احقق حق جوزي وحق ولادي. انا اتظلمت انا وجوزي ولادي اشد ظلم، والله اتظلمت اشد ظلم من الست دي. حسبي الله ونعم الوكيل. بس انا بقول لك يا بوسي في عداله الهيه مش هتسيبك، عداله ربنا مش هتسيبك يا بوسي. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي لحد ما ربنا يوريني فيكي ويجيب حق جوزي وحق ولادي وحق. حسبي الله ونعم الوكيل. طب هي ليه بتعمل فيكوا كده؟ ولنا أهم حاجة التشهير. في فلوس عليها بالشيكات بمبالغ ملايين 30 مليون، مش عايزه تديله حاجه، لفقت له المصيبه اللي اتحطته فيها عشان ما يتحبس وما يعرفش يقف قدامها وياخد حقه منها. طيب هو اتنازل، هي ما زالت مصره برضه ان هي سرقت الشيكات برضه اللي هي ب 8 مليون ودايما كانت تهدده. هو شخصيته كانت معاها كانت ضعيفه ولا هو اللي كان بيسيبها؟ لا مش هو كان بيسيبها، هو ابن حلال، انسان محترم، انسان راقي، انسان ابن ناس. مش بقول فيه هو ده، دي الحقيقه وكل الناس بتشهد بكده، دي حقيقته، انسان ابن ناس. ببس هي غدرت بيه وخانته. الغدر وحش والخيانه وحشه. قدام عينيه؟ لا مش قدام عينيه، غدرت بيه، اتصل بيه قالت له تعالى، كان جاي كان قاعد في البيت معاها، طبعا هي محضره له السلاح وقعدته معاه واتصلت بالشرطه طبعا على ما يقول على ما راحوا لها خدوها عيني. اولاده دلوقتي حاسين بيه؟ يعني انا ما قلت لهمش بصراحه، انا ما قلتش لاولاده حاجه، مش قادره اقول لهم. ولادك ما يعرفوش ان ابوهم مات؟ لا ما يعرفوش، ولادي ما يعرفوش اي معلش يا شيخ وليد مات شهيد. انا بقول لك فاطين مات شهيد، ما تعيطيش. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بوسي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا فاطمه. حسبي الله ونعم الوكيل. كما تدين تدان، كما تدين تدان، كما تدين. هو الله يرحمه، هو ظلموه، هم قتلوه، قتلوه ظلم، قتلوه قتلوه، بطلوا ظلم، بطلوا تشهير. فاطين ما كانش بيضرب، فاطين ما كانش بتاع فاطين ما كانش بتاع سلاح، فاطين ما كانش بتاع سلاح ولا كان بتاع نسوان زي ما طلعتوا قلتوا. فاطين ابن ناس، ومن كتر ما هم ناس انتوا غدرتوا بيه وانتوا قتلتوه. كفايه تشهير بفاطين، بس فاطين ميت شهيد، ميت شهيد بسبب يا فاطمه انت وبوسي. وحسبنا الله ونعم الوكيل فيك، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. كلمينا عن فاطين. بعد ما كويسه في بدايته، اول ما كانت فلوسه كويسه، اي حد كان بيحتاج حاجه كان اللي معاه كان بيساعد اي حد محتاج، كان بيحب يفك كربة اي حد. والله العظيم كلمه هقولها في حقه، هو في الجنه ان شاء الله، ربنا يرحمه. هو يمكن ربنا رحمه من ظلم اخته ليه فاطمه ومن ظلم بوسي ليه. هم قتلوه ظلم، قتلوه ظلم، قهروه، هم السبب. حتى وليد بعد ما ظروفه باظت، اي حد كان يبقى محتاج حاجه كان بيساعد، كان قلبه طيب قوي وحنين قوي وبيحب ولاده. وبعدين هي بوسي طلعت قالت هو اي واحده بيتجوزها مصلحه، وكان بينزلني شارع الهرم بالعافيه وبيضربني. طب شيرين ليه ما نزلهاش شارع الهرم؟ ما شيرين محتشمه ومحترمه. وليد مش كده، وليد هي افترت عليه، بوسي افترت على وليد في كل كلمه. وليد بوسي لفقت له كلام هو مش فيه. حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي قتل وليد، ظلم وقهر وحسره. حسبي الله ونعم الوكيل. مش هقدر كده، هو خيره على الناس كلها. ولاده ما يعرفوش، ولاد فاطين بقى ولاده ما يعرفوش، ولاده ممكن يموت، ولاده متعلقين بيه من كتر ما هو كان حنين، كان حنين قوي عليهم، كان حنين قوي عليهم. حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي ظلم وليد وفي كل اللي قهره. حسبي الله ونعم الوكيل. وكما تدين تدان، كما تدين تدان. حقه عند ربنا، حقه عند ربنا هيجيبه له وهيرجعه له. حقه ربنا هيجيبه، والله حقه ربنا هيجيبه.
هي عليها شيكات بوسي والمفروض هي اللي تتحبس. بوسي بره ووليد هو اللي حبسوه في قضيه ظلم عشان فطين عشان تتخلص من فطين. حطيت له سلاح ولبسته قضيه يا عيني ظلم، والله العظيم ظلم، والله العظيم ظلم. حسبي الله ونعم الوكيل. فطين قتلوه والله ظلم، حصروه كلمات من حصرته. حسبي الله ونعم الوكيل. الظلم وحش بس كما تدين تدان. ربنا محرم الظلم والخيانه والغدر، هم عملوا كده معايا. ووليد وفطين خيره على الناس كلها، حتى على اخته وعلى اهله وعلى كل اللي حواليه. بس اخته كمان غدرت بيه ما سابتهوش. جاله 1.4 مليون خدته من يجي من 3 شهور كده خدتهم، وهو كان في عيني محبوس. يقول لها انا عايز الفلوس انا في دقيقه. تقول له لا مالكش حاجه عندي، انا اعتبرتك ان انت مت اخته لحم ودم وعملت فيه كده. 2 مليون. فاطمه استولت عليهم. فاطمه محمد عاشور اخت فطين سرقت فطين وحصرت فطين وقتلت فطين مع بوسي. حسبي الله ونعم الوكيل. بس الله يرحمه. طبعا دخول السجن وليد مش وش الكلام ده. دخل السجن في شهر 7 تحديدا يوم 8/7. تعب، جاله فيروس مناعي، اتنقل على اثره المستشفى شبين الكوم. قعد في المستشفى من يوم 8/7. حدثت الوفاه يوم 23/7 الساعه 12 الظهر. التقرير الطبي المحرر من مفتش الصحه في مستشفى شبين الكوم قال ان اللي حصل عنده التهاب في اغشيه المخ ادى الى هبوط حاد في الدوره الدمويه وتوقف عضله القلب. الكلام ده يوم 23/7 الساعه 12 الظهر. احنا عرفنا بالخبر لحد ما اداره السجن تواصلت مع اهله، مع عمه وابن عمه استاذ احمد يوسف، وبلغوه بحاله الوفاه. رحنا يوم 24/7 الساعه 12 بالليل، خلصنا اجراءات استلام الجثمان، واستلمنا الجثمان يوم 24/7 حوالي الساعه 3 الصبح. ورحنا على مقابر السويس، مقابر اسرته، واتدفن صباح يوم 25/7 2023. طب ابنه هل فعلا كانت حرمان وشوفه؟ ابن فطين من بوسي ما يعرفش حاجه عن ابوه من ساعه الخلافات ما حصلت ما بين بوسي وما بين فطين. هي منع ابنه ان هو يتواصل مع ابوه. بقى له فتره قد ايه كده يا فندم؟ الخلافات ما بين بوسي وما بين فطين تقريبا من سنه 2013. يعني من وقتها ما شافش؟ من 10 سنين. فطين ما شاف من 10 سنين بالظبط. فطين ما شافش ياسين ابنه. الخلافات بينه وبين هشام ربيع زوجها الحالي دي ايه سببها؟ الخلافات اللي ما بين فطين وما بين هشام، احنا مفيش خلافات ما بيننا وما بين هشام ربيع. احنا كان في شيكات بنكيه على بوسي. شيكات بتقدر بقيمه قد ايه؟ تقريبا ب 32 مليون جنيه. هم توصلوا لديل في الفتره الاخيره مع فطين وهو في السجن، وطبعا بسبب ظروف حبسه واحتياجه للفلوس وافق ان هو ياخد 8 مليون جنيه نظير التنازل عن باقي المديونيه كلها. اللي تواصل معانا واحد اسمه كفته الفوال، قال انا مفوض من طرف بوسي وجوزها الاستاذ هشام ربيع عشان احل معاكم وهديكم 8 مليون جنيه واخد الشيكات بتاعت بوسي. فعلا فطين وافق وبصفه المحامي بتاعه، والشيكات كانت مع ابن عمه استاذ احمد يوسف المحامي. رحنا المقطم في الهضبه الوسطى على اساس نسلم كفته الفوال ده الشيكات البنكيه اللي على بوسي وناخد منه 8 مليون جنيه. الواقعه كانت قدام البنك الاهلي فرع الهضبه الوسطى. ساعتها حصلت مشكله وكفته وكان معاه 3 تانيين رفعوا علينا مطاول ان انا كنت موجود مع احمد وخدوا مننا الشيكات. حررنا محضر في اسم شرطه المقطم والمحضر بيتحقق وهو محل المحكمه الجنائيه دلوقتي بتهمه التهديد وسرقه شيكات بنكيه. دي الخلافات اللي ما بين فطين وما بين هشام. هل بالفعل الخلافات دي ادت لتراجع في يعني حالته النفسيه وحالته الصحيه؟ طبعا هو في الفتره الاخيره حالته النفسيه كانت سيئه جدا. في وفاته؟ هو التقرير الطبي المحرر من مستشفى شبين الكوم. تفاصيله ايه حضرتك وضح لنا؟ التفاصيل بتقول ان حصل عنده التهاب في اغشيه المخ ادى الى هبوط حاد في الدوره الدمويه وتوقف عضله القلب ادت الى الوفاه. يعني ده التقرير الطبي. النفسيه والانهيار النفسي وحاله الاكتئاب اللي دخل هو طبعا لانه مسجون وفطين مش واخد على كده ولا عمره اتحبس قبل كده. طبعا كانت حالته النفسيه وحشه، فوارد ان اللي يكون حصل له ده بسبب حالته النفسيه السيئه. حد له ملايين عند طليقته اللي كان سبب في شهرتها وفي نجوميتها
وبقى مسجون وما بيشوفش ابنه ومحروم منه بقى له اكتر من 10 سنين. طب ايه الاجراءات القانونيه اللي هنا بتاخدوها بخصوص ابنه من بوسي؟ وبخصوص ابنه من بوسي مفيش اجراء، هو الله يرحمه توفى خلاص، وابنه هيفضل مع طليقته. طيب كان مع في بوسي. بعض التصريحات اتت على لسان الفنانه والمطربه بوسي تفيد بانه يعني كان بيعملها بقسوه وبعنف، وانه حاول طردها وحاول حرمانها من ابنها وما كانش بيصرف عليها، يعني حضرتك ترد على التصريحات دي؟ فاطين كان جوزها وكان مدير اعمالها، ومفيش الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده كله كلام افترى من بوسي. أيوة. هي اللي حرماه من ابنه من 10 سنين، مفيش الكلام ده، بالعكس كان بيعملها كويس جدا وهو سبب في شهرتها وفي نجوميتها. بوسي بقت بوسي ووصلت اللي وصلت ليه دلوقتي بسبب فاطين، لان هو كان شاطر جدا في شغله الله يرحمه. كان حد بروفيشنال قوي في شغله. كان كل فنانين مصر تقريبا يتمنوا ان فاطين يمسك لهم شغلهم. طب ايه السبب يخلي بوسي تشهر بيه كده؟ السبب اللي يخلي بوسي تشهر بسبب الفلوس اللي عليها الفاطين، هي عليها الفاطين اكتر من 32 مليون جنيه بموجب احكام جنائيه نهائيه. انتاج فاطين هو اللي كان بينتج لها اغانيها وكليباتها. بس النجاح بيبقى مشترك يعني، النجاح ده بيبقى مشترك. نجاح مشترك، وهي نكرت الكلام ده، هي نكرت ان فاطين كان سبب. ازاي مش بيبقى فيه عقود بالكلام ده وبالفلوس دي كده؟ هي جحدت كل الكونترات اللي ما بينها وما بين فاطين للاسف. ازاي؟ قالت ان انا السبب وفاطين ما عمليش حاجه. بس الحاجات دي بتبقى ماضيه عقد بفلوس وكده ولا حاجات؟ كان في بينه وبينها كونتراته. موجوده الحاجات دي؟ العقود دي موجوده. قدمت المحكمه وكده؟ كل ده في المحكمه، كل ده حضرتك نزاعات موجوده في المحكمه. والمديونيه دي صادره بموجب احكام نهائيه واتنقضت، والنقض ايدها كمان. يعني مديونيه الفلوس دي مديونيه نهائيه، مش محل بحث ولا خلاف ما بين فاطين الله يرحمه وما بين بوسي. بموجب الاحكام دي ما تقدرش ان انت تبتدي تتحرك تاخد الفلوس؟ لا طبعا انا هتحرك ومش هسيب بوسي غير لما اخد حق فاطين منها، عشان خاطر عياله اللي بقوا يتامى دول بسببها، بسبب حسرته على فلوسه وسجنه بالقضيه اللي اتلفقت له في الهرم بمعرفه مباحث الهرم، وهو ولا كان معاه سلاح ولا كان مخدرات. ايه تفاصيل القضيه دي؟ تفاصيل القضيه دي اتلفقت له قضيه انه عنده بندقيه في بيته وطلق حي ومخدرات، وهي الحاجات دي مش بتاعته ولا القضيه اصلا ولا الحاجه دي كانت تخصه. الحاجه دي اتحطت له جوه فيلته في حدائق الاهرام. بتتهم مين ان حطوا له الحاجات دي؟ انا ما بتهمش حد صراحه، انا ما اعرفش مين اللي حطها له، بس الحاجات دي اتلفقت له من مباحث الهرم. واللي واجب عليا ان انا احترم حكم المحكمه اللي ادانته ب6 سنين سجن. المحكمه اقتنعت بادله الاتهام وادانته ب6 سنين سجن، فانا واجب عليا كمحامي ان انا احترم حكم القضاء، ما اقدرش اتكلم فيه. انما مين اللي حط له الحاجه انا ما شفتش ولا حد شاف، انما مصر كلها عارفه ان الحاجات دي متلفقه له ومحطوطه له جوه بيته. مفيش حد بيشيل بندقيه تحت سريره وطلق ومخدرات. طبعا معروف براجل مسالم، يعني معروف انه راجل مسالم ماليش. فاطين كان حد محترم جدا ومسالم وما كانش محتاج ان هو يعمل الكلام ده، ولو كان حابب ان هو يشيل بندقيه او سلاح كان عنده من الورق اللي هو يعمل حاجه رسمي، يبقى معاه رخصه سلاح رسمي، مش محتاج ان هو يشيل حاجه مش مرخصه. طب ايه سبب غياب كتير من الفنانين عن العزاء؟ هو فاطين بسبب المشاكل اللي ما بينه وما بين بوسي في الفتره الاخيره، وطبعا الحكم اللي صدر عليه بالسجن، فهو بعيد عن الساحه بقاله فتره، بقاله 3 أو 4 سنين تقريبا بعيد عن الساحه الفنيه، ويمكن ده السبب اللي منع كتير من الظهور والحضور النهارده. شكرا استاذ سيد. تحت امرك. بقاء الله. تحت امرك. شكرا الله سعيد.